بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهارده يا جماعة لله الحمد احنا معانا دولاب حاجة محترمة جدا وحاجة 10/10. الدولاب ده يا شباب مساحته 3 متر. في كام مكان سري؟ في 11 مكان سري لله الحمد. ده شغل درجة أولى، خامات درجة أولى، ملزوق قشر أرو في بليسندر. شغل زاني يا جماعة. وزي ما قلت لحضراتكم في كام مكان سري؟ في 11 مكان سري. الشغل بسم الله ما شاء الله محترم جدا وحاجة 10/10. وزي ما قلت لكم يا جماعة الدولاب ده احنا مسمينه دولاب العظماء. لأن بصراحة صاحبه راجل عظيم وانا بصراحه بعزه جدا لانه راجل محترم وفي قمه الذوق اللي في الدنيا كلها. فاحنا لينا الشرف ان احنا اتعاملنا معاه، اتكلمنا كتير. زي ما قلت لكم يا جماعه انتوا سريع ونرجع نفرجكم على ال 11 مكان سري. يلا بينا. الرحمن الرحيم. بعد ما رجعنا من الانترو يا جماعه زي ما انتم شايفين احنا هنا طبعا المكان اللي انا بصور فيه ده طبعا الورشه تحت بنصنع وفي خشب وفي الدنيا مش متظبطه ان انا اقدر اصور فيه. فدي ديت الورشه بتاعت الدهانات، فبنصور فيها زي ما انتم شايفين كده. هي على الطول طبعا لان بندهن فيها وبنشطب فيها ان شاء الله. فزي ما انتم شايفين يا جماعه الدولاب بتاعنا هنبتدي نشرح لحضراتكم الاماكن السريه اللي فيه. زي ما احنا شايفين بسم الله الرحمن الرحيم. اول ضفه يفتح كده يا جماعه بالجمال والحلاوات. طبعا دي مجرى الماني. فتحنا يا جماعه زي ما انت شايف رف للخزين، وده رف، وده طبعا رف، ودي شماعه جرافطات، ودي ضرفه خزنه، وده ايه؟ دور للساعات، وتحت شماعه. نبتدي بقى نوريكم الاماكن السريه اللي فيه الاول. نعمل كده ونجيب الحاجات اللي فيها الاماكن السريه. اول حاجه يا شباب زي ما انتم شايفين ديت الجرافطات زي ما انا قلت لكم. بنفتح هنا كده يا جماعه زي ما انتم شايفين يا شباب. ديت التقسيمه طبعا بتاع الدولاب. دي اول مكان سري هنوريه لحضراتكم. زي ما انتم شايفين بنفتح طبعا في هنا قانون الماني. بنفتح الضرفه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. قرب معايا كده وريني هنا. ونروح جايين شايلين الرف ده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بنروح عاملين كده تلاقي الكانون بان لحضرتك. نحط المفتاح كده بالشكل ده ونفتح كده. تفتح تلاقي قدامك رف. طبعا الرف ده متحرك يا شباب، الرف ده متحرك. حط بقى الحاجات اللي انت عايزها والكلام ده وتروح جاي قافل بالشكل اللي انت شايفه ده كده. قفلنا. طبعا يا جماعه اللي جاي مثلا حد بتاع الكلام ده وانت قلقان ولا الكلام ده، طبعا انت بتحط حاجتك كلها، بترص حاجتك. طبعا الكانون مش باين خالص. بترص حاجتك طبعا هنا والكلام ده. اللي بيخش بيلاقي الحاجه مرصوصه ما بيعرفش في جزء ورا ولا لا. وزي ما انت شايف الدرج بتاعك انا بفتحه لك اهو بالشكل ده. تمام. ده طبعا مفتوح درج سري يا جماعه للساعات. ادي 1 2 3 دولت برضه يا جماعه للساعات. حط اللي نفسك فيه كله. تمام. عايزين طبعا ايه؟ نوريكم المكان السري اللي هو رقم 2. بنعمل ايه يا جماعه؟ بنروح حاطين دي كده، نسمع الخبطه نفتح نلاقي معاك برضه مكان كبير. حاجات مهمه بتاع اوراق اي حاجه فلوس بقى سريعه تبقى قريبه من ايدك كده وتبقى مطمئن عليها. طبعا الدرج بيفتح ويقفل عادي خالص وزي الفل. عايز الغي الجزء ده بروح جاي عامل كده تلاقي الدنيا بقت ايه؟ زي ما انت شايف. عايز افتح اهو، بص انا على الخط اهي اهو، بفتح اهو. عايز تلغي اهو. طالما لغينا خلاص تمام. يبقى انا كده وريتك ايه؟ اول مكان وتاني مكان زي ما انتم شايفين. نيجي بعد كده لايه بقى؟ عندك فوق. تمام. هنا رف وهنا رف وهنا رف وفي تحت شماعه زي ما انتم شايفين. تقسيمته بصراحه ممتازه و10/10. نروح بعد كده فين يا جماعه؟ نروح نوريكم بقيه الاماكن السريه. دي طبعا الضرفه اللي هي رقم 1. نيجي للضرفه رقم 2 زي ما انتم شايفين يا شباب. زي ما انتم شايفين يا شباب رف 2 وادي رف ورف 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 ورف. التقسيمه زي ما انتم شايفين يا جماعه تقسيمه 10/10. وعندك برضو الدرجين اللي تحت. طبعا الادراج دي يا جماعه كلها شغاله ايه؟ جوالين. ده تايلاندي وده الماني. نفتح بالشكل ده تلاقي الدرج فتح معاك زي الفل. طبعا الضرفه اهي
تفتح الدرج يا جماعه يطلع معاك مفيش اي مشكله ولا اي تعب. زي ما انت شايف انا بفتح واقفل قدامك اهوت بكل سهوله وبكل بساطه. عايز افتح الدرج الثاني اهو. وده الدرج الثاني. عايزين طبعا نشوف الاماكن السريه اللي موجوده بقى، منظومه موجوده هنا يا جماعه. بنروح جايين عاملين ايه؟ فاتحين كده الدرج بالشكل ده. بنفتح بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. ادي اول درج، تمام؟ نفتح تاني درج بالشكل ده برضو اهو. نروح شايلين تاني درج. قرب بقى معايا كده وبص هنا يا جماعه تلاقي الشاسيه بتاعك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بتروح جاي فاتح الشاسيه كده اهو. ادي اول الشاسيه، تمام؟ وادي يمه التانيه، تمام؟ بتبص قدامك كده جوه بتلاقي فيه كالون. نفتحها اهوت. قرب معايا كده ورينا الكالون. ماشي كده الكالون قدامكم اهوت يا جماعه، اتفتح قدامكم. نفتح نلاقي صندوق زي ما انتم شايفين يا جماعه كبير. حط اللي نفسك فيه كله بقى، حط حاجاتك المهمه كلها ان شاء الله محدش هيتوقعها ولا حد يعرف حتى مكانها، تمام؟ بنعمل ايه بعد كده؟ طبعا انت حاطط صندوقك هنا وحاجتك، لو حد شاف حاجتك كلها محطوطه وانت راس هنا محدش بيتوقع اي حاجه خالص. بعد كده يا جماعه نروح شايلين بالشكل ده. شيل الصندوق ده بالشكل ده. شلت الصندوق اهوت طلعت بيه بره، تمام؟ نبص بقى هنا كده. سيبه. نبص هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين تلاقي ايه؟ الارضيه بتاعه الارض. نحط ايدينا كده يا جماعه ونشد كده تلاقي في طلع معاك درج بالشكل ده، تمام؟ ونشد برضو اليمه الثانيه تلاقي برضو درج طلع معاك بالشكل ده، تمام يا شباب؟ طبعا الدرج ده متأمن والدرج ده متأمن، بيتفتح على مرحلتين، تمام؟ هنروح طبعا دلوقتي نفتح المرحلة الثانية ونرجع مع بعض تاني. خليكم معانا ما تروحوش في أي حتة. زي ما انتم شايفين يا شباب ده ما بيطلعش عن كده. يعني انت لو بصيت الدرج ده ما بيطلعش عن كده اهو. بص انا بشد ده ما بيطلعش عن كده. لكن احنا هنا خفينا التركه يا جماعه بعد في الفاصل عملناه وشغلناه ان هو يطلع كامل. زي ما انت شايف الوضع ده كده درج اهوت، وبيبان المكان السري اللي كمان وراه ده، تمام؟ ما بنكتفيش بكده. يعني دي 1 و2 لسه في 3 و4 اهو. بنروح تكين هنا تكه كده يا جماعه، ماشي؟ تلاقي دي اتفتحت برضو معاك بالشكل ده اهي. شايفين يا جماعه المساحه دي كلها؟ المساحه دي كلها زي ما انتم شايفين يا شباب. دي تركه اقفلها برضو قدامكم اهيت. بص اهي اهي، سامع التكه اهي؟ التكه بتاعتها هي بتفتح وتقفل بكل سهوله بكل بساطه. وبعد كده يا جماعه زي ما انتم شايفين التركه دي برضو نفس التركه دي برضو هنا اهي. بص اهيت، وبنفتحها برضو اهي بالشكل ده اهي. بصوا يا جماعه دي برضو بتفتح للاخر. طبعا الجزء اللي انت شايفه ده كله، بص اهي الجزء ده، الدرج ده جزء اهوت، والجزء ده برضو يا جماعه مساحه للتخزين، برضو مكان سري محدش بيتوقعه لو عمل ايه. طبعا الدرج بيطلع ويخش ويطلع معايا اهوت بكل سهوله، عشان انا ايه؟ لغيت التركه اللي ورا، بقفله بالشكل ده خلاص انساه كأن مفيش. اجي هنا افتح كده، ده بص صد مش راضي يفتح، وعمره ما هيفتح الا لما حد بس الزبون بيعرف التركه بتاعتها ويعرف يتعامل معاه ازاي. وزي ما انتم شايفين يا جماعه كده استحاله ان هو يفتح معاك. وطبعا نفس الاماكن اللي في الدرج ده هي نفس الاماكن اللي في الدرج الثاني، تمام؟ وبعد كده يا جماعه بنقوم نركب بقى الايه؟ الصندوق بتاعنا بالشكل ده. الصندوق اهوت بنيجي بكل بساطه وكل سهوله ونخش كده نركب الصندوق بتاعنا كده. نزله بالراحه اهو. الصندوق بتاعك نزل، تمام؟ تروح جاي قافل بالشكل ده اهو. تروح جاي قافل مفتاحك، وتروح جاي قافل الضرفه دي كده بالشكل ده اهيت، وتروح قافل الثانيه بنفس الوضع اللي انتم شايفينه ده. طبعا في مسامير بتتربط هنا يا جماعه بتتأمن الحته دي، تنساها نهائيا كأنها ما هيش موجوده بنفس الشكل كده. وطبعا بنركب الادراج بتاعتنا كده، تمام؟ اهو بنركب الادراج بتاعتنا كده. طالما ركبنا الادراج يا جماعه ركبنا الدرج اهو،
وقفلناه بالشكل ده اللون الالماني طبعا. خلاص المنطقه اللي تحت دي ماتت، ما بنكتفيش بكده، نركب الدرج الثاني اهو. الدرج الثاني بنفس الشكل كده اهو، ونروح جايين قافلين كده. خلاص انسى كده المنطقه دي يا جماعه بالاماكن السريه اللي فيها بكل حاجه فيها ماتت واتلغت. نفتح كده يا جماعه بالشكل ده. سامع الالماني يا جماعه؟ بص الالماني بيمشي ازاي. انا عايزك بس تركز مع الالماني. بص بص يا جماعه المجرى الالماني، وما تسمعش صوت، انسى انك تسمع صوت. نفتح طبعا كده يا جماعه زي ما احنا بنقول، نفتح كده ونيجي هنا بالشكل ده كده برضه نفس الوضع. نفتح رف للخزين ورف للخزين، ورف برضه معمول اوبشن زياده يا جماعه ان انت ممكن تشيله كده، الرف ده كده تشيله خالص اهوت، ويبقى معاك الشماعه للحاجات الطويله. انت حابب تنقل الشماعه دي من هنا تخليها في الواطي للحاجات تبقى واطيه، وتركب الرف بتاعك بالشكل ده تاني، ركبه برضه مفيش اي مشكله ولا فيه اي تعقيد. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص يا جماعه. كده الفيديو بتاعنا خلص، ولله لله الحمد يا جماعه. شويه شغل محترمين من ورا يا جماعه، درجه اولى، خامات درجه اولى لله الحمد. الحقيقه احسن بكتير من الفيديو ولا من الصور اللي انا بوريها لك. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو عجبك الشغل اللي انا بقدمه او عجبك الفيديوهات اللي احنا بنقدمها تدعمني باللايك، الاشتراك في القناه، وتفعيل الجرس. وكان معاكم اخوكم مدحت من قناه ابو غابه للاساس الراقي، ملك الاماكن السريه في مصر والوطن العربي. لله الحمد. اخواتي وحبايبي، سلام.